ياخذها لا ياخذها مزيان. السلام عليكم. بالنسبه للمقابله كيف ما شاف الجميع كانت مقابله تكتيكيه في الشوط الاول. كانوا فرص من كلتا الفريقين. في الشوط الثاني كان تغيير اخر، كنا يعني تقريبا اكثر سيطره. حاولنا باش ننتزعوا يعني ونفوزوا في المقابله هذه، ولكن ما تأثرش لينا لحق باش ما استغليناش الفرص اللي تاحوا لينا. ومن حسن الحظ في اخر المقابله كنا نانكاسيو، ولكن الحمد لله نقطه ايجابيه من خارج مكناس، انتقى من الحفاظ بالكره. بعض المرات كيكون بعض اللاعبين اللي يقدر يحتفظ بها اكثر من اللازم، ولكن هادو حوايج اللي خصنا نعاودوا نصلحوهم ان شاء الله في قادم المقابلات ان شاء الله. في كره القدم المغربيه يعني النادي المكناسي ولا المغرب الفاسي فرق كبيره وفرق عريقه، وما كنظنش هذا كان شي عامل اللي اثر على اللاعبين. بالنسبه للسؤال الثاني فكما قلت دابا نعاودها، يعني حنا في المقابله الثالثه كنظن من بعد واحد 3 المقابلات اخرين ولا جوج غادي يكون ان شاء الله مستوى احسن. حنا مازال كنشتغلوا ومازال كنوجدوا في اللاعبين، يعني راك كتعرفوا الانتدابات شحال كانت عندنا. كان عندنا يعني تقريبا واحد 19 حتى 20 لاعب، ماشي سهل باش غادي يكون داك الانسجام. هادشي كيجي مع المقابلات.